بصوا يا حبايبي، هنا شطفت وراك الفراخ من التتبيله اللي كانت فيها ميه النقع يعني. شطفتها حلو. اللي عليها دي فلفل اسود ماسك فيها. انا حابه الموضوع ده عشان هيتكرمل لما نيجي وايه نحمروها نوريكم. والبصل اللي احنا عملناه، وهنا قطعت طماطمايه وفلفل اخضر، ده هنستخدموه برده هقول لكم فين. بصوا امتى يعني. بصوا هتمسكي البصل، بصي تهمكيه كده، بصي تدعكيه كده في الورك. بصي شايفه ميه البصل دي بتخليها طعمها مش قادره اقول لك عليها. اهو بصي، اهو تاخدي شويه كده اهو، من غير اي حاجه ومن غير اي صعوبه في البيت، وكل حاجه هتبقى زي الفل. دي جربي جربي، حاولي تاخدي الطرق البسيطه اللي تاكلي منها اكل حلو وما يتعبكيش ولا يكلفك. بصوا اهو انا بندعك الوراك كده. ليه بقى؟ بتشيل الزفار. طبعا هي ما فيهاش زفاره، بس بتديها نكهه البصل والفلفل الاسود اهو. الموضوع ده ممكن هتعمليه كده وتسيبيه، تسيبي الفراخ فيها ساعتين هتتبل معاه تبقى زي الفل. طيب انا يا ام محمد مش فاضيه للساعتين زي حالتي كده، انا عايزه انجز. يبقى هتدعكيها شويه كده عقبال ما تسخني حله على النار تكون خدت ريحه البصل، وهي اصلا هتتشوح معاها. فيعني اللي حابب ينقعها، مش ينقعها، يتبلها فيها ساعتين هتبقى هايله. اللي مستعجل زي حالته يعملها على النار برده هتبقى هايله. كل حاجه حلوه وكل حاجه متاحه. اهم حاجه البركه واهم حاجه الصحه واللقمه واللمه الحلوه. وكل ما تيجوا تقعدوا مع عيالكم ومع جوازكم على الطبليه او على الترابيزه، انا باكل على الطبليه، انا دقه قديمه زي ام الله يرحمها. انا بتكلم معاكم بالعاميه والله، يعني كاني انتوا اخواتي وانا قاعده معاكم. انا باكل على الطبليه عادي وبحب اكل الطبليه. انا شاريها مخصوص، الطبليه الخشب كده بتحسسني ببركه زمان. كل ما اجي اقوم من على الطبليه بعد ما اكل اقول اللهم قدم هذا الجمع. يا رب ما تنقص منا حد، يا رب ما يمرض منا حد، يا رب ما يدخل علينا حاجه وحشه، ويعدي علينا كل يوم بسلام. يعني احنا مثلا في كل يوم بنقوله ايه؟ طب واحنا الايام شبه بعضها. انا اللي بات فيه اصبح فيه، وانا واحده من الناس بقول كده. يعني اللي بات فيه اصبح فيه مدارس ودروس، وبصي دايره دايره، ودماغك دي ما بتفصلش. حتى وانت نايمه بتفكري هتعملي ايه بكره، هتجيبي فلوس الدروس منين، هتصوري للعيال منين، الدروس غليت. انا بتكلم بالعاميه كأم مصريه. اجي من الجنب التاني اقول ده بالحمد لله اللي انا نايمه وعيالي حواليا. في غيرنا في غزه نايمين وبيتضربوا وبيتفجروا وبيطيروا في الهواء. وغير غزه ربنا يفك كربهم يا رب. في ناس كتير زينا محجوزه بعيالهم في المستشفيات، هم محجوزين في المستشفيات. في ناس بتقول يا رب اقعد بس ايه، اربع كده واقعد. في ناس مستلقيه على السرير. الحمد لله يا رب، اللهم اديمها نعمه يا رب. معلش طولت عليكم. يلا بينا بقى على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. هنا بصوا جبنا حله على النار فيها شويه زيت. سامحوني عشان التصوير مش هيبقى مظبوط. هنا انا ما عنديش السناده اللي اسمها مش عارفه والله اسمها ايه، رينج لاين ولا اسمها ايه، فانا بستخدم ايد ماسكه التليفون وايد بتصور. هتجيبي حله على النار فيها شويه زيت. بلاش سمنه دلوقتي عشان السمنه حتى لو حطيت عليها زيت هتحروق. خلي السمنه لو انت عايزه تنكهي الاكل في الاخر تحطي معلقه، بس انا حاطه زيت تموين عادي خالص. هتمسكي الورك كده تنفضيه من البصل طبعا عشان ما يتحرقش معاكي. بصوا وتنزلي بيه. سامعين الطشه دي؟ انا عايزه الطشه دي ليه بقى؟ عشان الفراخ ما تنزلش ميتها اهو. سيبوها بقى على نار عاليه، اوعي توطي النار، لان لو وطيت النار الفراخ هتنزل ميتها. هنسيبوها تحمر على الوش ونقلبوها الجنب التاني وهوريكم ازاي. بصوا هنا وصلت للون المشاوي اللي انا عايزاه. شايفين الحلوه والسمار ده؟ هو ده اللون اللي انا عايزاه. حطيته على جنب وقلبته على الجنب التاني. هنستنى دقيقتين عشان الجنب التاني يحمر نفس اللون ده واخد اللون اللي انا عايزاه. هو ده اللون اللي هيديكي النتيجه اللي انت عايزاه. بصوا هنا اخدت اللون اللي انا عايزاه على الجنب ده والجنب التاني. في المرحله دي بقى هنبدا ننزل بالبصل من الجنب ده والجنب ده. في المرحله دي بقى هنبدا ننزل البصل عليه. مفيش احنا لسه ما حطيناش اي بهارات ولا اي حاجه. ننزلي بالبصل كده وتبداي تقلبي. طبعا انا عشان ماسكه التليفون بايد، انا ما عنديش اللي هي السناده تمسك التليفون، لسه ربنا ما كرمش يعني. ماسكه التليفون بايد وبقلب بيها مش مالكه. فانت طبعا هتبقي مش بتصوري ولا حاجه، فهتقلبي بسهوله وتقلبيها فوق تحت وتحت فوق لحد ما تغرقيها بالبصل تحت وفوق. انا مش مالكه ان انا اقلبها تمام. بس طبعا تبقى عارفه هتقلبيها زي ما انت شايفه كده، وتبداي ادي بقى شمال يمين خدي البصل فوق وتحت ماشي. وتبداي تهدي النار. بص انا بحط البصل عليها من فوق عشان كلها تتنكه بريحه البصل والفلفل الاسمر اللي انا عملته فيه تمام. هتبداي بقى في المرحله دي هتوطي النار. ليه بقى؟ عشان تبدا تهدى كده والفراخ تنزل الميه بتاعتها والبصل
ويبدا ياخد من طعم بعضه ويستوي. تمام كده. انا اهو هنا بقى هديت النار خالص. هنا بعد البصل ما بدأ يتبل يدبل اهو مع الفراخ، قلبناها على الجنبين. هننزله بالبهارات اللي هي مكعب مرق، وممكن تستغني عنه. مكعب مرق، مكعب معلقه اللي هي بهارات الفراخ ممكن تستغني عنها، وتستكفي بالكمون والفلفل الاسمر زي امهاتنا عادي خالص. بس انا عشان كان عندي زودت، لو مش عندي مش هروح اشتريه. يبقى معلقه بهار فراخ، معلقه كمون، فلفل اسود انا حاطاه اصلا من الاول. يبقى معلقه كمون، معلقه فلفل اسود، معلقه كزبره، بهار فراخ مكعب، شويه ملح. دي البهارات اللي هتطعم لي الفراخ. ننزلوا بيها كده وهي على النار. والملح بصوا انا هديها تقليبه كده عشان انا مش عارفه امسك بايد واعمل بايد التانية. تمام، ارجع لكم تاني. هنا حطينا البهارات وقلبناها تقليبه حلوه، اندمجت مع بعض. ماشي، في المرحله دي هننزله بالخضار بتاعنا اللي هو الفلفل الاخضر والطماطم اهو، وهندوها تقليبه برده. هنا حطينا البهارات وحطينا الخضار اللي هو الفلفل السبايسي، ممكن تخليه بارد عادي، والطماطمايه، وقلبناهم اديناهم تقليبه حلوه يعني، ومهدين النار عشان تستوي. الفراخ البيضاء ما بتاخدش وقت. هنغطوهم ونرجعوا هنا على البوتاجاز، نحط حته فحمايه عشان نخلوها فراخ مشويه على الفحم. هنا يا جماعه انا كنت نسيت احط نص معلقه توم، التوم العادي بتاعنا اللي مفرزينه اهو. سيبها بس تتشوح كده في النص عشان تضيع الريحه بتاعته اللي هي الجزعه دي. وهرجع لكم تاني هنقلبوها مع بعض، بس سيبها تتشوح كده مع التقليبه التانيه عشان الفراخ ممكن تتهري. اقلبها مع بعض. يبقى ما تنسوش نص معلقه الثوم. هنا حبايبي تكون الفراخ استوت. طبعا انت بتتابعها من الوقت للتاني تشوفي سواها. دلوقتي هننزله من نص الليمونه ديت. نص الليمونه ضروري، هيديها المزازه والطعم الحرش كده الجميل زي ما تكوني شاريها من بره بالظبط. هنا على جنب كنت عامله الفحمه اللي قلت لكم عليها، ما عنديش ورق فويل، حطيتها في طبق صغير استانلس، حطيت عليها نقطتين زيت. تمام، هنحطوها ايه في الحله ونيجوا كامرين الغطا مغطينها ونسيبها بقى دقيقتين تاخد وتدي مع طعم الفحم كده، وتطلع احلى نكهه واحلى فراخ تعمليها في حياتك. هنا الشكل النهائي. طبعا الاضاءه ظلمها والله يا جماعه عشان التليفون مش حلو قوي يعني. جميله جميله جميله. والتتبيله بقى دي، الخلطه دي تاكلي بيها بالعيش ما تشبعيش، وحاجه سهله وحاجه زي الفل كده. وما تنسوش اختكم باللايك، وكل سنه وانتم طيبين.